انا عايزه يبقى عندي ثقه بنفسي. جمله ناس كتيره قوي بتتمناها. نتمنى نصحى الصبح ونلاقي ان احنا بقينا واثقين في نفسنا اكتر. طب هو يعني ايه شخص واثق في نفسه؟ وايه اللي بيبوظ ثقتي بنفسي؟ حاجات كتيره قوي ممكن نبدا نعملها تبدا تفرق بشكل بسيط في ثقتنا بنفسنا. اول حاجه الطريقه اللي احنا بنتكلم بيها على نفسنا. يا ترى بتتكلمي على نفسك ازاي؟ صوتك الداخلي بيقول ايه طول الوقت كده؟ شغاله كلام شكله عامل ازاي؟ انت وحشه، انت غبيه، انت حماره، انت مستغله. ايه الطريقه اللي بتتكلمي بيها لنفسك؟ تخيلي ان الشخصيه اللي انت بتكلميها دي قاعده جنبك، وان الشخص ده قادر يعبر عن نفسه طول ما انت بتكلميه. تخيلي هيقول ايه؟ غالبا الشخص ده هيبقى في وقت عايز يقولك كفايه ارحميني، انت طول الوقت بتتكلمي ليا بطريقه بايخه. الحاجه التانية اللي محتاجه تاخدي بالك منها بعد ما تحاولي تقللي من الطريقه السلبيه اللي بتتكلمي بيها لنفسك، واعتبري ان نفسك دي حد غالي عندك ومحتاجه تاخدي بالك من كلامك ليه زي ما انت بتاخدي بالك من كلامك لنفسك بالظبط. ده اللي انت هتبداي تعمليه في اول خطوه. الخطوه التانية هي الاهداف اللي انت مش عارفه تحققيها. طول ما انت عندك اهداف مش عارفه تحققيها، ثقتك بنفسك هتبقى ضعيفه جدا. يعني مثلا ممكن تقولي انا عايزه ابدا التزم بالصلاه، بس تلاقي نفسك كل يوم بتصحي برضو كالعاده بتكسلي. زي مثلا انك ممكن تبقي متضايقه قوي من نفسك انه في حاجات كتيره مش بتفهميها بالانجليزي او مش بتعرفي تتكلمي بالانجليزي. طب ما دي في الاخر اهداف تقدري توصلي لها، بس كل ما انت ما بتوصلهاش كل ما ده بيتحول لصوت داخلي اسمه ناقد. يعني ايه ناقد؟ يعني حد كده يجي طول الوقت. ساعات كتير نتخيل الناقد ده كانه انسان واسميه اسم، واجي اقول شوشو بتاعي زي مثلا الشيطان بيقول لي ان انا عمري ما هبقى شاطره في الموضوع ده، بيقول لي ان انا عمري ما هتجوز، بيقول لي ان عمري ما حد هيحبني. طب خلي بالك ان الناقد ده للاسف اوقات كتيره بيبقى الصوت السلبي للناس اللي ربونا زمان. يعني ممكن يكون في مدرس، اب، ام، خال، خاله كانوا متعودين ان هم يقولوا لنا هزار حتى لو تقيل: انت عمرك ما هتتجوزي، انت هتفضلي طول الوقت فاشله، انت عمرك ما هتبقي زي اختك، انت عمرك ما هتبقي زي اخوكي. اهو الناقد ده بقى بيكبر ويعيش، وبالرغم ان الناس دي ما بقتش موجوده في حياتنا او ما بقوش بيقولوا نفس الكلام اللي بيقولوه، ممكن يكونوا تابوا خلاص، لكن احنا بيفضل صوت الناقد جوانا. يبقى احنا محتاجين نعمل حاجتين. الحاجه الاولانيه وهي ان احنا نوقف صوت الناقد. اقول له بس يا ناقد بطل تقولي الكلام ده، انت موجود وانت حقيقي وانا فاهمه كويس قوي انت بتحاول تعمل ايه. عارفين الناقد ليه ساعات بيقول لنا الكلام الوحش ده؟ عشان خاطر احنا اللي نبقى قلنا لنفسنا بدل ما حد هو اللي يقوله لنا. فخلي بالك من اللعبه ومن اللي بيحصل فيك. تاني حاجه انك محتاجه تبداي تشوفي ايه الاهداف اللي هتزود ثقتك شويه بنفسك. والاهداف بتتقسم ل3 اهداف: اهداف للنهارده، اهداف للسنه الجايه، وممكن تبقى اهداف كمان 10 سنين. ابداي حطيهم في ورقه وقلم وفكري ايه اللي هيعلي ثقتي بنفسي لو ابتديت احققه. اوقات كتيره بننام راضيين عن نفسنا. عارفين الرضا ده بيجي منين؟ بيجي من ان انت حققت اللي انت كنت عايز تعمله النهارده. كل مره اكلت الوجبه اللي انت ضعفت قدامها، حته الكيك اللي انت ما كنتش عايز تاكلها، بوظت الدايت بتاعك، كل الحاجات دي بتقلل على ثقتك بنفسك. لو عايز ثقتك بنفسك تزيد اعمل الحاجتين: حط شويه اهداف بسيطه واهداف بعيده وابدأي حاولي توصلي ليهم. والحاجه التانية اللي قلنا عليها ان احنا هنوقف الصوت السلبي اللي بيكلمنا. واحاول اقول الحقيقه، مش بقول هضحك على نفسي، بس بدل ما اقول يا غبيه، بدل ما اقول انت حماره، بدل ما اقول انت عمرك ما تنجحي، اقول انا فعلا متاخره، انا محتاجه اخد بالي من الموضوع ده اكتر. فيكون صوتي لنفسي ايجابي بدل ما يكون صوت سلبي. بعد شويه هتلاقي ثقتك بنفسك ابتدت تزيد، وابتديتي انت اللي تقولي لنفسك كلام حلو، مش بس تبقي جعانه وعطشانه ان الناس هي اللي تقولك الكلام الحلو.